السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى جميع المتابعين الأعزاء. اليوم أشرح لكم طريقة شلون تفحص السبلت مالتك معوز غاز أو لا. في حال إذا كان معوز غاز شلون راح تضيف له الغاز؟ بالبداية تشغل السبلت. بعد ما شغلت السبلت تصعد للسطح أو توين القطعة الخارجية. مثل ما تشوفون القطعة الخارجية سبلت جرافت. طبعا نشوف هنا اكو كب يصير باحد البواري، بالبوري اللي يكون يعني البوري الفخين او الجبر. اكو بوري رفيع اكو ثخين، بهذا راح يكون الفحص. تحتاج الى جيج مثل ما تشوفون، جيج ابو 3 خطوط او خطين، وتحتاج الى كندك على مود تفتح بالكب. هذا الكب الموجود بالبوري الفخين. طبعا احنا شغلنا السبلت والسبلت فاصل. بعد ما تفتح الكب فتحنا الكب مثل ما تشوف، فتحنا الكب. نجي للجيج. الجيج عندنا هنا يقرأ 0. الخط الازرق الخط الاول اللي هو رايح قبل للجيج تربطه بالبوري الثخين مثل ما قلت لكم. تفتح الكب فقط. بعد ما فتحت الكب عن طريق كندك، تحتاج كندك. فتحت الكب، ربطنا ونشوف الجيج مثل ما تشوفون. هذا السبلت معوز غاز، هسه يقرأ عندي على 40 مثل ما تشوفون، على 40 يعني معوز غاز. المفروض يكون 60. هذا الجيج المفروض يصعد يصير 60. الصفرة، العفو، صندة الصفرة تربطها بالقنينة. بعد ما ربطت بالقنينة راح تفتح هذا الكاك، راح يكون مداورة من القنينة للسبلت بحيث يوصل لل60. بعد ما يوصل لل60 يعني اوكي تم الشحن. ويكون يعني الدفعة مال الغاز مو مرة واحدة، يكون يعني دفعات تفتح وتسد تفتح وتسد من يوصل ل60. تعطي فد ثواني يعني استراحة بين فترة وفترة على مود الضاغطة عندك يعني ما تخرب. اتمنى فاتكم الشرح وشكرا لكم ومع السلامة.